يا ستي انا بحمي الزيت بحمي لحتى تقولي حاجه، بعدين بدلق هالبطاطا. وشو بتطش لك طشه؟ يا ستي ابو نعيم بيحبها من دهن اللحمه من نوفي. لا اعوذ بالله، هيك زنختها بتكون كثيره. بنحط له ورق غار مو مشكله. دخيلك الحكي عن الاكل شو بيفتح النفس، ويا لطيف كله على الفاضي. عندي شويه باميه سخلك. والله عم بمزح معك، سلامة خيرك توبي قلبي. وهي خلصنا تزييت الماكينه، بس بنعيم المكوك عندك عطلان ولازم تغيريه. لك شو بدي اساوي اذا تصليح كل ثيابنا على هالماكينه، هذا غير المخدات والفرشات. بعين الله تقبرين. دخلك اوعيك منين عم بتجيبيهم؟ لك اسكتي امشي وخلي على ربك. لو ما عم صرصر القرش على القرش من ورا ابو نعيم ولولا هالماكينه كانت حالتي حاله. يلا ستي شو بدنا شو بدنا نساوي؟ خلي على ربك. امرنا لله. ايه ولي شو بخيله هم حاطين الدولة عنا. يبعث لي ضربه تكرم عيونك، احلى قهوه لاحلى جاره. تسلمي لي. هاي طابشين بطاطا، هات شيء يا رب يا كريم. هاي طابشين كمان شريف 75. يا الله يا كريم يا الله. هي من 100 تاخذ مني الفراطات. هي الفراطات 25. شرف عم يعوض عليك. مع السلامة. يا الله يا كريم. اف يا الله. قديش كيلو بندوره؟ اهلين ب20 اخي. والبيت الجا 15 مشان المقدوس هذا. طب شلون ابن نعيم اعطاني اياه انا ب20؟ بالله وانا عندي كمان ب20 مع كاس وصاي. ماشي هات الرزق بعنتار. الله يخليك. مع السلامة. لا 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 يا ابو النعم، طبعا قريته يا سيدي، من اهم المقالات اللي انكتبت عن الشاعر العظيم نزار قباني. عبد المحسن من الشباب الموهوبين كثير بالصحافه، عنده حس نقدي كثير حلو. انا اللي اكتشفت عنده هالموهبه، ولا كان من زمان ضل بقسم التحقيقات. يا سيدي حماسك تجاه الجيل الجديد من الصحفيين جيد جدا، ظريف يا اخي. يعني يا ريت كل رؤساء الاقسام ومدراء التحرير يعني يكون عندهم نفس هذا الحس. مو بدك الواحد يفكر بشكل منطقي بناء وما يكون مفكر لي حاله نهايه التاريخ. ابو النعم، بتعرف الحكي اللي حكيته هاد بيمشي حال يكون تحقيق صحفي بجنة. والله فكره معقوله. يلا لكان تلحلح وخلينا نقرا لك شيء عن قريب. ان شاء الله قريبا. اسمع، هاي فكرتي ها. شو اسمك؟ محمد. عاشت اسامي. هات ال5 نشوف. يسلموا. ها صحتين. سلم. هات يا عمو هاتي. شو اسمك؟ غزل. غزل. شو هالاسم الحلو هاد. امسكي يا عمو امسكي صحتين، وهي لانك اسمك حلو كمان. يلا روحي. سلمي. ابو عطار، ابو عطار، ابو عطار. شو بك؟ شو في؟ شبنا ابو عطار، سرقت الزبونات عينك كنت عينك. انا اسرق زبوناتك؟ لك ما فشرت. بعدين انت عرفان مع مين عم تحكي؟ يعني مالك مستغني عن روحك؟ لا بعرف مع مين عم بحكي، بس يا ناوي على قوتي يا طالب موتي، وقطع الاعناق ولا قطع الارزاق. يا باطل، اعوذ بالله. انا قطاع ارزاق يا ابو نعيم؟ لكان يا منظوم هذا فصل تعمله، شو بيسموها سرقة زبوناتي؟ لسه بيقول لي زبوناتي، لكن العالم تشتري من المطرح يلي بيناسبها، شن هون في حرية، والقانون بيقول يجب على المواطن أن يبتاع ويشتري من مطرح ما بده. ما أبو عنتار،
انا صار لي اسبوع عم اجمع غله الدكان، كلما طلعت جوب واحد من بيع المعتاد. وشوف انا روحي صارت براس مناخيري، رح تطلع. ليش انا برضى تطلع روحك من مناخيرك هيك لحالك؟ انا اللي بطلع لك اياها. كلك ادرس العشوائي. بدين انا والله ادرس كلك يا صوت. انا بعد هيك انتوا جيران يا جماعه. لك اتركني انت وياه بقى. شو اصلا بيحترم الجيران؟ انا برجيك، شو احنا بغابه قاعدين؟ بدي اشتكي عليك للشرطه، انا بفرجيك هلا بالشرطه. ها؟ روح اشتكي للشرطه لشوف بتعيش لبين ما يتنفذ الحكم ولا لا. شاهدين يا جماعه، عم يهددني بقتلها، وهي لحالها بيعاقب عليها القانون. انا بفرجيك. لك حليع فهمك. ها؟ صار الشرب نعيم. لك انو شر ثابت بالتنتاني، انا بدي صار الشر ما هو، انا برجيك. بسيطه بعرفك، بسيطه، انا برجيك. اتركوني. هيك انت وياه بقى كل واحد يقول شكله. وين رحت لك جبان؟ لك صوص؟ لك صرصور؟ خذ حبيبي خذ، نقي طائرك عم بيدك حطه وديك. قديش صار عمي؟ عمي 40 15 55 ليره يا ابني. على عيني. تسلم. تفضل. معوضين يا ابني، الله معك. مرحبا بابا. عليه. يا هيك القهوه يا بلا. لك تسلمي. ياسمينو تقبريني، امي شخصينا كيف كانت عم ترقص عواطف بعرس بنت خالتها. إيه الله يرضى عليك، انا كثير الله يخليك بشيء. امي مشان حرام. كرمال جلي الله لك يوفقك. امي ما في حدا بلا غلاظه. شو كان عم يغني وقتها؟ يا حنينه يمكن. يلا ايه ما ترقص الا على هي ايه اول شيء قعدت لك وخجلانه قال ما بدها يقوموها ما بدها امل بلشت الغنية بلشت الغنية. يلا. يلا بيعجبني امي عواطف عواطف بلا عواطف. يا الله، لك يلا خلص بقى. غني. لك اسمعي لقلي هون في كثير نسوان بدهم يخطبوا. يلا يلا يا حنينة ويا حنينة ويا انا اسف اذا احرجتكم بطلع هلا. لا يوه معقولة شو هالحكي؟ خاطرك النعيم بعدين بتشوفيها لياسمين. الله معكم، عيدوها جارتنا ها. إذا الله راد. الله معكم. يا مو هي مو اخته لابو عنتر؟ ايه بلا يا مو ياسمين، هي نعيمه تقبرني هيك الله يرضى عليك. تسلمي لي. بتذكرها وهي صغيره ما شاء الله صارت صبيه. قول عروس، الله يبعث لك بنت الحلال يا رب. سخني لي هالحمام يا مو. ايه تكرم عيونك. العمى ضربه هيك بفوت على الحريم من غير لا احم ولا دستور. يمكن تطبع بطباع الاجانب. يضرب من بين الاجانب. معقوله تكون الغربه نسته الاخلاق؟ يعني انا حسيت غير هيك. شلون يعني حسيتي غير هيك تقبريني؟ يعني هيك حسيته اكابري ومزوق. ايه خصوصي لما قال انا اسف. ولك لا تكوني وقعتي بدباديبه. والله صاير ذوقك عم بيروح باتجاه اصحاب الدم الثقيل. الله يرحمك يا سعاد حسني. شو جاب على بالك سعاد حسني؟ تذكرت غنيتها يا ودية تقيل. ودي تقيل. بتفوت الكاميرا على السوبر ماركت
وبتسجل حركة حرامي بفوت على الهدى وببلش يسرق على بالعصير، يعني بمر قدام خزنة المصاري وما بتغري إلا على بالعصير. وحرزانة هالشغلة المخاطرة. يعني الفكرة يعني إنه بفوتوا الحرامي وما بتغري المصاري. أخي خلص ما عجبتني الفكرة، لا تكتر حكي. والله حلوة. أخي لا تكتر حكي، عم بقول لك اكتب غيرها. طيب. خود وهي النص تبعك يلا. طيب. الله معك. حرام مرة نتصل إلا يطلع مشغول. أم نعيم؟ والله رعبتني. مين كان في عندك اليوم قبل الشحاده وبنتها ما يجوا؟ مين بده يكون يعني جيراننا ام سيفه وبنت حماها؟ ها يعني انت شايفتيني عم بسلي سلي مثل الشحمه على النار انا وابو عنتر، ولا على بالك قاعده ولا على بالك ومريحه وجايبه عيبته وعم تاخذي وتعطي معها كمان وتاهلي وتسهلي. يوه بضلوا جيراننا شو يعني بقلعهم؟ بعدين شو خصهم بشغل الرجال؟ غبيه ما في خواص، غبيه. يا جدوبي يا جدوبي، ابو عنتر باعتهم يتجسسوا علينا ويشوفوا شغلنا ومشاريعنا. وشلون بدهم يعرفوا اذا انا مرتك بنفس البيت ما بعرف شو عم تخبص وتشتغل؟ ام نعيم لا ترخي بدانا، خلقي صاير براس مناخيري هون. هالصحبه هي بدنا نقطع دابرها كلمه ورد قطع. إلا كان دبر لي حدا يصلح لي الماكينه بمصاري عواد بنت حماها لام سيفه. ياسمين لا 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 لا، هاي ما في عليها اشكال ابدا، اهلا وسهلا ومرحبا. اما مرته هالحربايه اذا فوتيها لهون لا تلومي الا نفسك، فهمتي؟ ها بدك يعني قلعها واستقبل بنت حماها، بتنكشف المصلحه هيك. الله لا يوجه لك الخير، ما في خواص، غبيه، والحكي معك بيرفع الضغط. بعيد الشر عن قلبك. ونزل الرجل إلى السوق وبدأ يصيح: لدي أقوى الدروع في العالم، لدي أقوى الدروع في العالم. سكت لحظات ما عاد الكرة: لدي أقوى السيوف التي تخترق أقوى الدروع، لدي أقوى السيوف التي تخترق أقوى الدروع. ومر به أحد المرة واستنكر طريقة بيع الرجل وقال له: ماذا لو اشترى منك الناس أقوى الدروع وواجهوا أقوى السيوف، أو اشتروا منك أقوى السيوف وواجهوا بها أقوى الدروع؟ فابتلع الرجل ريقه وأحس بحماقة ما يقول وذهب. ما رأيكم؟ أبو عنتر ما رأيك؟ قلت لك فوت نام من ساعة ما رضيت. أنت على صواب، تصبحون على خير. وانت من اهل الخير. مع السلامة. يوم الهنا والعوافي ان شاء الله. موفق.
شو قصته حمارك جحام ما عم ياكل مليح؟ إنه يفتقدني، توحشني بزاف. لا تحزن يا طهماس، سأزورك كلما سنحت لي الفرصة. انيالك يا عمو، انيالك. يا طهماس بيموت عليك، لك يا ريت تلاقي واحد مثله يحبني مثلك. خال شو رأيك اجيب لك كر صغير هيك؟ ايه يا ريت، بس ابي ما بيوافق. لكن أنت عندك البسكليت. ايه هيات يا زماني، بكسليت. جحا احكي لنا حكاية عن الحمير. أبو فوزي الحمير كثر. الله عليك ما أخف دمك يا جحا. وين؟ خمسة. محمود اشتري لي علكة الله يخليك. عم تحكي هلا برجع بشتري لك. تفضل عمو زين. عمو شفتوا اللي براهم هون؟ لا شفت عمو. الله يرضى عليك، الكود وراهم شفت اياهم بقالوا بيت بدهم يفوتوا، حمار على الجو. جاي على البيت ابو عنتر. يعني مطربين الشرطة كمان. ايه شو علي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بدكش يا عمو؟ سلامتك حبيبي تسلم. تفضل عمي. شفت عمو؟ 105 اوراق. تفضل. بكفي خلاص. مسامح بال50. الله معك يا كريم. يا بي عاوزينك في البيت. شو بدهم؟ اجانا ضيوف. ضيوف؟ ايه خير ان شاء الله. مسيك لشوف. تمام. وينك؟ دير بالك على الدكان وعلى البضاعة. فهمت؟ خلاص. اهلين اهلين بريحة المخاثر كلها. لك اهلين ابو عنتر. شرف. يعني ما في شيء من واجبك، ذكرناكي بهالكم غرض. ان شاء الله بتتذكرك العافيه، حيسلموا ايديكي كثير شغلات حلوه يعني وظريفه. ما كان في لزوم تغلبوا حالكم. لا غلبة ولا شيء، شو هالحكي هاد؟ بس امل يعني ما انا عرفانه شلون بدها ترد المعروف. بس بالحبايب ما في حسابات. لك شو وين جحا ماني شايفه بيناتكم ابو عنتر. راح هو وسيفه يشقوا على حمار طهماز. صحيح، بالنسبه لندبه راحت ولا لا؟ العمص بجحا في ندبه براسه. ايه ما قال لي. مو قصدي هيك، يعني مو جحا اللي ندبه براسه حماره ولا جحا شو نسيت؟ هلا تذكرت. شلون شغلكم بالمخفر سياده المساعد؟ والله الحمد لله يا ابو عنتر، بس انا بهالكام يوم مريح شوي، اخذ اجازه. لا زعلتني. بدي اقول لك اكيد شغلكم خف بغيبتي. صلى على ايامك يا ابو عنتر، لك هالمخفر عم ينغل نغل. ولا يهمك، بكره بعشقلكم يا عجل. شو هالحكي اللي عم تحكوه يا جماعه؟ اذا بتريد يعني ليش هيك عم تفاول عليه؟ وانت ابو عنتر ليش عم تفاول على حالك؟ ما صدقنا امتى خلصنا من الحبوس. لك شو ما انا امسك عم نمزح. عم تمزح؟ الله يسامحك، فكرتك عم تندب مثل هذيك الندبه على زباينك القديمه. ما فهمتوا؟ تعملوا لا زايد ولا ناقص عنه، فهمتوا؟ ماشي. وبس تخلصوا بتقبضوا. مع السلامه. يلا. فضلات لهم طيبين كثير. ندوهم هو معه. بتريدوا شيء؟ نحن جايين لشمال المحل بالشمال الاحمر. مالكم تموين؟ راس احسن ما رش ما غرشم. لك شو عم تساوي انت وياها؟ والله لا الا لابي خليه يكسر ايديكم. وشفتوا شو نصاب وما كان يقبل الا ب10,000 ليره. لكن لك حبيبتي طعم السم تستحي العين. قومي ياسمين.
في شباب باخذ هان على البضاعة؟ ايه يا رب. لحظة جاية معك أبو عنتر. قلت لك بدي نعشق المخفر ما صدقت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو لسه ما خلصها؟ حاجته هيك. يلا امشي. كل شيء تمام. الله يعطيكم العافية، شفتكم بعيني، شفتكم. ايش هي؟ وهي تعبتكم. شوفوا عمي، انا روقتكم مشان اذا كان انا احتجتكم ابعث لكم خبر، بس ابعث لكم خبر تجوا لعندي. الله معكم. مع السلامة. شايف حضرة المساعد؟ شايف بعينك؟ وبتقول لا تعمل مشاكل، لا تعمل مشاكل. هيك يسووا فيني؟ فتحنا الدكان لحتى نسترزق، يعملوا هيك عملة؟ اللي لك قسام، هدول اللي عملوا هالعملة هي شفتون شيء؟ ايه شفتهم، كانوا اثنين طوال، واحد اشقر وواحد اسمر. ايوه. ابقص ايدي من هون اذا مو عامل هذا اللي عم يصفر اللي بيشبه ترميز المقدوس. وهاد كان معهم شيء؟ لا ما كان معهم، هذا جارنا ابو نعيم. طيب ماشي الحال ابو عنتر، انت لا تتصرف بشيء، انا راح اتصرف، بس الله يرضى عليك لا تعود تعمل لي مشاكل من جديد. بأمرك، بأمرك حضرة المساعد. لا شوف شو بده يطلع معك. الموضوع اللي اقترحته ما وافقوا لي عليه. ما في غير اعمل تحقيق عن هالزلمه اللي مفكر لي حاله جحا. الناس بيحبوه كثير، الموضوع بيهم القراء. طبعا تفضل يا ابني. سلموا. يسلم امي. يا ام الله يرضى عليك، بدي اياك تساعدني تطلع تنكت الزيت على السقيفه. يا مو بعد شوي. طب ليش بعد شوي؟ عم نحكي موضوع مهم. هلا انا بروح بطلع معك. ايه الله يرضى عليك الهي. اهلين. نرجع لموضوعنا. نعيم، المقالة اللي عم تتناولها لازم تاخذها بشفافية عالية، لأنه القراء بحبوا المزج بين الواقع والخيال والخرافة. معناتها رح نسميه جحا في زماننا. لا 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 لا، سميه عودة جحا. يا سيدي وانت الصادق، جحا 2003. لا 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 لا. طيب جحا في القرن ال21. لا لا نعيم لا. قوم لنطلع تنكة الزيت على سقيفة، بلكي هنيك بيطلع معنا اسم أحسن. شابون. أبو عنتر. نعم. تعال معي. لوين؟ تعال معي يا أخي وستعرف. ليكن الأمر عندي سيان. إلهي يبعث له داء النقرزان اللي عمل هالعملة. يا مام شو يعني داء النقرزان؟ خلاص ولا مو ناقص لحدا غيرك. إيه طولي بالك على الصبي اللي فينا مكفينا. عاجبك سؤاله ونحن بهالحالة؟ يا مام جعنا بدنا نتعشى، صيصان بطننا صارت تزقزق. تتعشاك طبعا ان شاء الله، لك مو كله من تحت راسك ولا؟ بتعرف نعيم، هالموضوع رح يطلع سبق صحفي.
الظريف في الموضوع انه التحقيق لما بيترجم رح يعمل صدى بقبرص، كونه الاتراك بيعتبروا جحا من التراث التركي. يعني بس بدك يعني عدم مؤاخذة صاحبك ما يخبص بالكلام شوي. بالعكس الرجال كتير متوازن وحافظ تاريخ جحا من فترة تيمور لانك لحتى مقالب جحا ونوادو. لا يعني بس يعني بتعرف يعني إذا طلع صاحبك متعمق ومتغلغل بالتاريخ بيطلع التحقيق بجنن. بس يعني ما قلت لي يعني كيف بدك تتناول الموضوع؟ أنا ناوي طالعه كأنه جحا الحقيقي ورجع لهالزمن، لأنه إذا طلعته بيدعي إنه جحا ما حدا بيهتم، وياما ناس فكروا حالهم بونابرت وما طلع من أمرهم شيء. يعني وإيمت ناوي تبلش يعني التحقيق معهم؟ اليوم بعت عنوان الموضوع وكروكي عام عنه، وإذا وافقوا لي عليه رح بلش من بكرة ورح نزله على حلقات. حلو. بس نعيم قبل ما تنشر أي حلقة لازم تعطيني اياها مشان اطلع عليها. من هالناحية اطمن، أنت أول من يعلم. شكرا. دنيا ايش؟ فضفض يا ابو عنتر، خرج اللي في قلبك. انا ما له مفور لي دمي الا هذا ابو نعيم يلي بيشبه طرميز المكدوس. هو المتضرر من تجارتك ولازم يفرح من اللي صار. هذا اذا ما كان له يد من وراها. لا اظن ابو نعيم رجل بسيط وعلى قد حاله. لك انت طيب هيك بتقول، يا ناس تحت السواهي دواهي. المهم يا صاحبي لا تستسلم، تابع عملك باصرار واراده. والبضاعه اللي خربت مين بده يدفعها؟ انا ندفع لك المبلغ. مو بيناتنا اخي شحا، مو بيناتنا مصاري. صاحبي ادفن الحزن هنا مثل ما تريد، وهي زتنا بصقا. لما ترجع للبيت لا غضب ولا حزن. توكلنا على الله، بس نشوف مين بده يتحدى لابو عنتر.